السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. كيف دوزتوا عطلتكم؟ ان شاء الله دخول مدرسي موفق للجميع يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم هاد الصابونه الكريستاليه اللي عامله يعني ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي وكلشي كيتكلم عليها، وانا جربتها وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم ونعطي رايي فيها بالنسبه للاستعمال اللي انا استعملتها بكل صراحه. يعني انا ما كندير لها اشهار ما حتى شي حاجه، وانا ما جيتش وشاركتها معكم، يعني حتى جربتها وتسنيت نشوف اشنو زعما اذا تكون شي مضاعفات ولا شي حاجه، حتى تكون عندي عليها فكره شامله عاد نجي نشارك معكم لا فيديو. بالنسبه لهاد الصابونه الكريستاليه كيف كتشوفوا البنات تجي في هذا الشكل هذا، يعني حنا سمعنا بزاف تيقولوا فيها البروميي، فيها الدوزيام، فيها التروازيام، فيها المهم كثرات عليها كيف ما قلت لكم كثرات عليها الهضره، ولكن انا اللي نقدر نقول لكم بالنسبه لرايي الشخصي انا ما كاين لا بروميير ولا دوزيام ولا حتى شي حاجه، ما كنظنش، لان نفس الشكل اللي انا خديتها يعني كومونديتها من مواقع التواصل الاجتماعي، كومونديتها من الانستغرام، ونفس الشكل اللي جاني بنفس لومبالاج بنفس الشكل اللي كان عندهم للمكياج وباقل ثمن بطبيعه الحال. يعني ممكن تكون هذه غير اشهار ودعايه، وكتعرفوا كيف ما كتعرفوا حنا المغاربه عزيزه علينا هذه دوريجين وهذه ميتاسيون هذه المهم انا بالنسبه ليا هذه كومونديتها من الانستغرام وهكا وصلتني، وكيف ما قلت لكم انا جاتني ما كاينش شي فرق بينها وبين اللي كتكون عندهم المكياج، نفس اللومبالاج ونفس الشكل وهذا الشيء اللي كاين. المهم انا غادي نفتحها معكم تشوفوا كيفاش كتجي بهذا الشكل هكا. انا كما قلت لكم راه استعملتها وعاد شاركتها معكم كتجي هكا، شكون دايرين لها في هذه البلاستيكه، شكون كيعجبو يطبق البلاستيكه هكا بحال هكا 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 جاتني انا بهذا الشكل. يكون فيها هنا واحد الورقه كتجي معاها، ها هي هذه لي كولور يعني اللي كاينين فيها، هذه الورقه اللي كتجي معاها فيها حتى طريقه الاستعمال كما قلت لكم. هذا هو الشكل ديالها، هاد الورقه كتجي معاها فيها طريقه الاستعمال المهم هما تيقول لك الجسم كامل، ولكن انا استعملتها في الحقيقه غير استعملتها غير رجليا، اما انا في الحقيقه حتى يديا ما كندير ليهاش ديبيلاسيون. شفت يعني بزاف الاخوات يتكلموا عليها في فيديوهات يقولوا كدير يعني كدير جروح، تتسبب جروح في الجلد، حميره، بزاف الامور، وقلت حتى نشوف وغادي نرد عليكم واش هادشي بصح ولا لا. بالنسبه لي انا البنات كيف قلت لكم استعملتها في الرجليه، ما كان لا حميره لا حتى كان حميره الصراحه ماشي ما كانش، ولكن ماشي بديك الدرجه يعني اللي شفت في الفيديو هذا، ماشي بهذيك الدرجه، وما كانش جروح ما كان حتى شي حاجه الحمد لله. ولكن في نفس الوقت ماشي بالطريقه باش يستعملوها في الاشهارات تيبينوا لنا تيدوزوا هكا دويزه خفيفه وصافي وراه الشعر كيتحيد، لا هذاك ثاني كيكون اشهار لان الواقع كتبقاي تدوري نيت هكا كتستعملي هكا مده وماشي بشويه، يعني كتتوركي شي شويه كتفرصي بحال ما كنتي كتدوري. اش بغيت نقول لكم اخر بالنسبه للبنات اللي قالك سبات لهم في جروح وفي التهاب في الجلد وهذا، ممكن طريقه الاستعمال خاطئه، لان انا شفت بزاف ديال الفيديوهات تيقولوا كتستعمليها ناشفه، يعني على الناشف جلدك ناشف وهي ناشفه وكتستعملي وكتبداي تحيدي بها الشعر الزائد،
هذا غلط. انا بالنسبه ليا تنرش هكا، كنجيب شي سبراي فيها الماء كنرش بها لابو ديالي، عاد تنبدا نستعمل هذه، كتحيد ديك الساعات بسرعه وما كتسبب لك لا التهاب لا حميره لا جروح لا حتى شي حاجه. شويه كتكون شويه الحموريه ديك الساعه، ولكن ماشي بديك الدرجه اللي حنا شفنا في الفيديوهات. ممكن انا كنقول ممكن الاخوات الطريقه باش تستعملوها خاطئه، يعني ديك الطريقه ديال على الناشف هي اللي سببت لهم في الجروح في الجلد ديالهم في الالتهابات. انا كنقول لا، يعني الانسان يدير واحد سبراي فيها ماء يحطها حداه يبدا تيرش وكيحيد في الشعر الزائد. هي براتيك بارابور بزاف الحوايج، بارابور لاسير، بارابور يعني كيف كنعرفوا طال البومادات وداكشي، يعني الانسان كيخاف من بحال هاد الامور. هي كتكون اقتصاديه وزوينه براتيك. حاجه اخرى، ما كينوضش الشعر دغيا في الحقيقه. يعني انا تقريبا 15 يوم هادي باش جربتها، يعني كينوض خفيف قليل ورشات قليله، ماشي بحال الرازوار، ماشي بحال يعني زوينه. تقريبا هادو هما كاع المعلومات اللي بغيت نقول لكم عليها. نتمنى من الله ان شاء الله نكون ما نسيتش شي حاجه ما نكونش نسيت شي معلومات تكونوا بغيتو تعرفوها عليها. انا حاولت نجاوبكم على كاع الاسئله اللي تجي في بالكم، ومع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم.